عملنا فرخة للمناسبات والعزومات بتتبيلة بسيطة بمكونات سهلة موجودة في كل بيت، وهتطعم الفرخة وهتطلع معاكي دايبة ومستوية وطعمها تحفة. حاجة كده روعة، لازم تجربيها تعجبك جدا. جبت فرخة كبيرة بالحجم ده، وزنها 3 كيلو. فرخة أمهات بتتباع عند الفرارجي، بنعملها في التسوية زي معاملة الديك الرومي. انا الاول جبتها غسلتها كويس بالملح والدقيق ونضفتها، بقت معايا بيضه ونضيفه بالشكل ده. عملت لها محلول نقع. محلول النقع عباره عن ميه وملح وسكر وعصير ليمون وعصير برتقان وشرايح ليمون شرايح برتقان، ورق لورا وحبهان وزعتر وروزميري. اي منكهات عندك حطيها، تديها ريحه حلوه وبتطري الانسجه بتاعتها. سبتها فيها لمدة 3 ساعات، بعدين شطفتها من محلول النقع وصفيتها، بقت معايا بالشكل الجميل ده. هنعمل لها تتبيلة حلوة علشان تطري اللحم بتاعها وتطعمها. بصلاية كبيرة مبشورة، هديها معلقتين صلصة كبار او طماطم مبشورة او كاتشب المتوفر عندك حطيه. ربع كوباية من عصير البرتقال، معلقتين كبار من الخل، معلقة كبيرة من العسل الابيض، معلقتين كبار من الزبدة السايحة بس يكونوا باردين مش سخنين. هضيف التوابل اللي هتديني الطعم الحلو للفراخ بتاعتنا. معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة كبيرة من الملح، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، معلقة صغيرة من البهارات المشكلة، وشوية زعتر وشوية روزماري. هقلب كل الخلطة دي مع بعض. بعد ما جهزنا التتبيلة بالشكل ده، هبدأ اتبل بيها الفرخة كلها من بره ومن جوه وتحت الجلد بالشكل ده. هفتح كده احط التتبيله. بعد ما تبلت الفرخه كده بالشكل الجميل ده، هسيبها منقوعه في التتبيله دي لمده ساعتين او 3، او لو عندك وقت سيبيها اكتر من كده علشان نطري الانسجه بتاعتها ونطعم اللحم بتاعها. بعد ما سبت الفرخه لمده 3 ساعات في التلاجة بالتتبيله الحلوه اللي عملناها لها، هنعمل حشوه بسيطه للفرخه من الخضروات: جزر، شرايح برتقال، بصل اخضر، عيدان من الكرفس. اديتهم رشه بسيطه من الملح والفلفل والزعتر. جهزت صينيه غطيتها بورق الفويل وكيس حراري كبير بالشكل ده. هقلب كل الخضروات دي مع بعض واضيف منها جزء في ارضيه الكيس. احط الفرخه عليهم. هحشي الفرخه ببقيه الخضار. هحط بقيه التتبيل على الفرخه. هنقفل الكيس الحراري على الفرخه. هعمل له فتحتين صغيرين كده بالسكينه عشان ما ينفجرش جوه الفرن. هدخل الفرخه الفرن في الاول على درجه حراره 220 لمده نص ساعه، وبعدين اخفض درجه الحراره لحد 180 واسيبها ساعه ونص لحد ما تستوي. ده شكل الفرخه بتاعتنا اهي بعد ما خرجت من الفرن واتحمرت. شايفين الصدر استوى ازاي؟ استوى سوا كامل، طريه وجوسي. شايفين شكل الفرخه في التقديم عامل ازاي؟ حاجه كده روعه.